سيدي ورور سيدي ورور سيدي ور سيدي ور سيدي ورور سيدي ورور سيدي ورور سيدي. انا خلاص الجنونه بتغفلونا يا ولاد اللعيبه. عارفين فيلم ذا لورد اوف ذا رينج؟ انا هقلب جولم. عارفين جولم اللي في الفيلم الاقرع المجنون ده اللي بيدور على الخاتم؟ يا ولاد اللعيبه يا ولاد اللعيبه بتغفلونا عشان نشمت فيكم ان الصفقه باظت، فنطلع ان الصفقه اصلا تمت، فالحفله تبقى حفلتين. ليه يا راجل؟ ده انا بتابع البروموهات بتاعتكم، ده انا ما بسيبش صفحتكم لما بتعملوا برومو، بستمتع وحلو. خد لايك يا عم. تعملوا فينا كده يا ولاد اللعيبه. يا اسطى ايه ده؟ مين اللي ماسك الصفحه؟ بلوجر؟ انت من فرنسا؟ طب من فرنسا؟ انت منين؟ طب من فرنسا؟ ايه يا جدعان ده؟ ايه يا جدعان تخفيلة القرن ده؟ طب احنا مشاعرنا عادي، مشاعر جماهيركم. مش خايفين على مشاعر جماهير الاهلي؟ جماهيركم بتغفلوهم هم كمان. انا دماغي عملت ايرور. يعني حركه الفولو دي والغاء الفوق. ايوه مين؟ أشرف داري أهلاوي. اشرف داري اهلاوي. اشرف داري اهلاوي. عزيزي الزملكاوي، انا زملكاوي بقى، انا اللي بقولها لك، انا اللي هجيب لك الخلاصه. في الوقت اللي اللعيبه كلها بتهرب مننا، في الوقت اللي احنا كل ما نتفق مع اي لاعب يصبح تاني يوم الصبح يقول لك والله ما انا جاي، اتفقنا مع بن شرقي ما جاش، اتفقنا مع جوناثان بتاع فيوتشر اللي هو اساسا بيلعب في منتصف جدول دوري مصري ما رضاش يجي لنا، اتفقنا مع كريم البركاوي لسه اول امبارح لحد دلوقتي ما جاش، وبعد ما انت اتفقت معاه الراجل خلع ليه بقى؟ لان انت سايب للاسف الشديد، سيبنا صوره ذهنيه عند اللعيبه حاليا ما يعلم بها الا ربنا. اللاعب دلوقتي بقى بيسال علينا يروح يلاقي اساسا في اوضه محجوزه لنا عند الفيفا، تيجي في الناحيه الثانيه اي حد يضحك عليك، اي حد ممكن يوهمك، اي حد في افريقيا يقدر يجاري النادي الاهلي، سواء على مستوى الصفقات، سواء على مستوى اللعيبه، سواء على مستوى الملعب ذات نفسه. انسى. الاهلي بقى في حته تانية خالص دلوقتي خالص. الاهلي بقى طاير لوحده خالص. الاهلي اصبح دلوقتي عنده قوه شرائيه، عنده قوه جباره، يقدر يجيب اي لاعب موجود في افريقيا. الاهلي دلوقتي وصل لمرحله ان هو بيتعامل مع اوروبا كانها افريقيا. الاهلي حاليا وصل لمرحله ان اللعيبه بتسوق اوروبا علشانه. بس اقول لك على حاجه، عندهم حق. زخم جمهوري هتلاقي، بطولات هتلاقي، انجازات هتلاقي. ايوه انت تعالى. خدت بالك؟ ومحمد فراج بيقول لهم يلا يا شباب عايزين نلحق نخلص او ننجز واحنا سخنين كده. انت عارف معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان ممكن يكون في تيك تاك تاني قريبه النهارده او بكره او بعده. معنى ده ان ممكن يوم الجمعه بعد الصلاه تلاقي التيك تاك الرابعه يا عمر الساعي يا بن رمضان. انا لسه ما فقتش من صدمه صفقه يحيى عطيه الله، ولسه صوت وكيل اعماله بيرن في ودي وهو بالليل في البرنامج بيقول خلاص صفقة يحيى عطية الله فشلت مع النادي الاهلي، ونادي الزمالك هو الاقرب من التعاقد مع اللاعب. وقعدت احلم بيحيى عطية الله وبيلعب باك ليفت مع الزمالك، والراجل جاي وقلنا اخيرا صفقة عليها القيمة، جايبينها صفقة سوبر بدل 10 صفقات اللي رحنا جبناهم منهم 8 مضروبين والحمد لله. وفاجأ بان محمد فراج في اعلان اشرف داري الاسد المغربي الجديد بيقول لك يلا واحنا سخنين كده نلحق نخلص. ده مش كلام واحد جاي يقدم صفقة واحدة. انا عمال اتفرج على الاعلان وجماله، واعلان يحيى عطية الله اللي عدى مشاهدات اعلان امام عاشور، واشرف داري هيعدي يحيى عطية الله، وبن رمضان هيعديهم كلهم، واتفرج على الاخراج والجمال والفكرة وعيط. اروح اشوف نادي الزمالك، اعمل ريفرش للصفحه الاقي مفيش اي حاجه، اعمل ريفرش للاخبار الاقي بيقول لك ان نادي الزمالك هيعمل امسيه غنائيه هيحيي الحفل فيها فرقه موسيقيه هتغني لام كلثوم وعبد الحليم ومحمد عبد الوهاب. دي كارثه بقى. الصحاب اشرف داري بقى لاعب رسميا في النادي الاهلي، وجاب يحيى عطيه الله ويوسف ايمن
وواخد كل البطولات، انت واخد بالك؟ يا عم واخد بالي، علشان الدولة والحكام والاتحاد هي اللي بتديله الفلوس والدولارات. دولة ايه يا ابو الصحاب؟ انت لسه نظرية المؤامرة وكوكب زحل وعطارد علينا، انت لسه مستمر في الهبل ده؟ لا مش هبل يا ابو الصحاب، هو الاهلي جاب فلوسه ودولاراته دي منين؟ طبل بقى بتاع ريتش بقى، تنيك طبل. تعالى اقول لك وفواك من الغيبوبة دي، ومش تطبيلا ولا ريتش ولا الهطر اللي انت بتقوله ده. تعالى افهمك، علشان لو انت غايب عن الوعي وما انتش فاهم الاهلي وصل لايه. تعالى افهمك. اول حاجة، الدولة فعلا هي اللي جابت للاهلي دوري ابطال افريقيا، اللي هي المكافأة بتاعته كام؟ 4 مليون دولار. الدولة برضو يا ابو الصحاب هي اللي جابت البرونزية بتاع كاس العالم للانديه للاهلي، اللي هي القيمه بتاعتها المكافاه بتاعتها 2 مليون ونص دولار. دوله برضو كابو الصحاب هي اللي جابت للاهلي في الدوري الافريقي اما خرج من نص النهائي 1,700,000 دولار المكافاه بتاعته. الدوله برضو كابو الصحاب في كاس مصر اللي كان في السعوديه، اللي المكافآت بتاعته كانت عاليه 950,000 دولار، اللي كسب الكاس ساعتها وكان الاهلي. الدوله برضو كابو الصحاب هي اللي ادت 250,000 دولار مكافاه الخساره من السوبر الافريقي اصل اتحاد العاصمه. الدوله برضو اللي ادت لهم الدولارات دي. فاجمع الرقم ده يا ابو الصحاب وحطه جنب بعض، هتلاقيه ما يوازي او اكتر من 10 مليون دولار. هي فين عزيزه؟ تعالى كله هيطلع عليك انت. شفنا النادي الاهلي منذ قليل بيعلن عن صفقه جديده، نسر جديد، او بالاحرى اسد جديد في الجزيره. زي ما بقول لك كده، اسد جديد في الجزيره اللي هو اشرف داري. داري رمش عيونك عني داري، جايبوا له الاغنيه ومش عارف ايه، والكاف ده الكاف اللي صفحه الكاف الرسميه اللي جايبه الفيديو بتاع اشرف داري وهو في الوداد وبيحتفل بالفوز بدوري ابطال افريقيا. وداري داري اصبح اشرف داري الدولي المغربي رسميا لاعبا في صفوف النادي الاهلي لمده 4 مواسم. وبنشوف الاهلي كده عنده 3 مغاربه في الفريق، 3 مغاربه دوليين: رضا سليم اللي جه النادي الاهلي السنه اللي فاتت، يحيى عطية الله، ثم اشرف داري. لو شفت يحيى عطية الله جاي من اوروبا، داري جاي من اوروبا، واحد تاني الاهلي بيخلص فيه من شمال افريقيا في اوروبا. ما تسأل نفسك ما السبب؟ كولر بيقول لهم، يعني موجه رساله لجماهير الاهلي بيدعبها، بيقول لهم انا مستعد للتحديات القادمه. امال هو اللي فات كان ايه؟ هو اللي فات ما كانش تحدي؟ يعني اللي جاي سواد على دماغنا؟ يعني اللي جاي سواد على الانديه كلها؟ ولا انت تقصد بس يعني كاس انتر كونتيننتال وكاس عالم الانديه، وان اللعب عيال اللي هو مجرد الدوري والكاس والسوبر الحاجات دي، بدليل ان انت سبت الكاس فبيراميدز بدا يشم نفسه واحتمال ياخد البطوله. ففهمني بس يا كولر، يعني والله عشان ابقى فاهم، هو اللي فات ده كان لعب عيال ما كانش تحدي، فاللي جاي بقى يبقى فيه تحدي؟ ولا انتوا فعلا بتظبطوا نفسكم والصفقات والدنيا عشان انا حاسس ان النادي الاهلي قريب مش هيكمل الدوري. يعني انا حاسس ان النادي الاهلي هيقول لك انا مش هدخل دوري الموسم اللي جاي وهريح بناء عليه، مش عايز اروح دوري ابطال افريقيا ولا عايز اروح كاس العالم، انا عايز اخد بقى نفس، انا عايز اخد نفس. الجماهير المتعطشه دي بيقول لك انا كامل طاقتي وانا جاي بقى للتحديات. التحديات مين يا عم؟ امال انت اللي فات ده كله كان كوم واللي جاي كوم تاني؟ ولا هو انت في ايه؟ انت خلاص بقيت بتبص انتوا عمالين تضربوا في صفقات ودنيا عشان كاس عالم الانديه وكاس انتر كونتيننتال. يعني الموضوع مش موضوع دوري ولا موضوع اصل في لسه ناس عايشه في ميه البطيخ بيطلعوا يقول لك هو ايه كميه الصفقات اللي بيجيبها الاهلي دي؟ هو ليه بيجيب الناس دي؟ هو ليه عايز يجيب عمر الساعي؟ ما هو عنده يا ابني انت مش فاهم يا حبيبي. ده مش بيلعب دوري بس وكاس وسوبر زيك وكونفدراليه ضعيفه وكلام من ده، او اللي اقوى، معلش انا اسف يا كابتن خالد غندور، اللي هي اقوى من دوري الابطال، انا اسف. وبعدين هو ايه البرومو للتاريخ ده؟